تحكي هذه القصة عن سارة، امرأة مسنة أمضت 3 عقود من حياتها في صمت تام، محتفظة بذكريات حبها الماضي الجميلة. انهار جدار الصمت الذي بنته فجأة عندما زارها شاب يدعى إدواردو. لقاء غير متوقع أجبر سارة على مواجهة كل الذكريات القديمة التي كتمتها في نفسها. بدأت القصة باستيقاظ سارة صباحا وهي تعاني من سعال لا يهدأ. كان الهدوء يخيم على الشقة بينما تتسلل أشعة الشمس ببطء عبر فجوات ستائر النوافذ. جلست سارة للحظات على حافة السرير تحاول استعادة أنفاسها قبل أن تبدأ أنشطتها المعتادة. بعد أن رتبت نفسها توجهت سارة إلى الحمام، لكن خطواتها توقفت عندما وقعت عيناها على فرشاة أسنان ما زالت في مكانها. جعلها هذا الشيء البسيط تصمت على الفور. بدت فرشاة الأسنان وكأنها تذكار لشخص كان بجانبها. ثم نظرت سارة إلى نفسها في المرآة. كانت نظرتها شاردة وكأن عقلها يعود إلى ذكرى حاولت دفنها عميقا. بعد لحظات حاولت سارة التخلص من أفكارها وعادت إلى روتينها كمحاضرة في الجامعة. كان عليها أن تبدو محترفة رغم وجود شيء ما يقلقها. بعد انتهاء عملها في الجامعة ذهبت سارة إلى مطعم. حاولت الاستمتاع بوقتها بمفردها، لكن الجو المحيط بها جعلها تشتت ذهنها مجددا. بعد ذلك واصلت سارة طريقها إلى السوبر ماركت لشراء بعض البقالة والضروريات لشقتها، ثم استقلت الحافلة للعودة إلى منزلها وجلست بهدوء قرب النافذة طوال الطريق، ونظرتها شاردة بينما كانت المدينة تتحرك من النافذة. كأنما عجزت عن صرف انتباهها عن الذكريات التي كانت تطاردها منذ الصباح. عندما وصلت سارة إلى الشقة أعدت عشاء بسيطا، فتحت علبة الطعام المعلب وطبختها كالمعتاد، لكن نظراتها ظلت مثبتة على ساعة الحائط عدة مرات لسبب ما. في تلك الليلة بدت وكأنها تنتظر شيئا ما. بعد وقت قصير رن هاتفها. ردت سارة على الفور. على الطرف الآخر من الهاتف عرف شاب نفسه باسم إدواردو. جعلت المحادثة القصيرة سارة تصمت عندما ذكر إدواردو اسم والده. وصل إدواردو أخيرا إلى شقة سارة. القصة هي أن إدواردو هو ابن حبيب سارة السابق السري، الرجل الذي كان جزءا مهما من حياتها، لكن علاقتهما كانت سرية لسنوات. في ذلك اليوم كان وصول إدواردو لدعوة سارة في يوم وفاة والدها، وفور وفاة والدها وجد إدواردو بعض الأدلة التي قادته إلى تلك العلاقة السرية. دفعه فضوله للبحث عن سارة. أراد أن يعرف الجانب الآخر من القصة، شخصية والده الذي لم يعرفها قط. أجابت سارة بحذر. كان يعلم أن كل إجابة قد تعيد فتح ذكريات كتمها لعقود، لكن عندما كشفت سارة أخيرا أن والد إدواردو كان يتردد على المكان لبعض الوقت قبل ذلك، تغير الجو فجأة. كان إدواردو غاضبا جدا. بدأ غير قادر على تقبل حقيقة أن والده ما زال على علاقة بسارة سرا عن عائلته. بالنسبة لإدواردو لم يكن الاعتراف مجرد علاقة سرية، بل كشف أيضا عن جانب آخر من والده لم يعرفه قط. ثم تبعت سارة إدواردو الذي كان يقف وحيدا تحت المطر. بدا الحزن واضحا على وجهه وخيبة الأمل تملأ قلبه. عندما رأت حالته اقتربت منه سارة أخيرا وأخذته إلى الشقة. طلبت منه أن يغير ملابسه المبللة وينظف ويعالج الجروح التي أصيب بها في الشقة. استمر حديثهما. بدأ إدواردو بطرح عدة أسئلة عن والده، بينما حاولت سارة الإجابة بحذر، مدركة أن أدنى خطأ في كلماتها قد يثير غضب إدواردو مجددا. كان الليل قد تأخر ولم يعد بإمكان إدواردو العودة إلى المنزل. دعته سارة أخيرا للراحة على الأريكة في جو هادئ. تحول حديثهما تدريجيا إلى حديث شخصي، وبدأ كل منهما يفصح للآخر ويقترب منه، كما لو أن شيئا ما ينمو بينهما ببطء. ولكن عندما اقتربا أكثر أدركت سارة فجأة وابتعدت على الفور، إذ بدا أنها أدركت أن هذا التقارب لم يكن ينبغي أن يحدث في منتصف الليل. كانت سارة قد غفت. نظر إدواردو سرا إلى صورة محفوظة في الشقة تظهر سارة مع والدها، ذكرى قديمة احتفظت بها سارة لعقود دون أن يعلم بها الكثيرون. أخذ إدواردو الصورة ونظر إليها لبرهة، وكان شعور الغضب وخيبة الأمل والحزن واضحا في نظراته. طوى إدواردو الصورة تحديدا عند الجزء الذي يظهر سارة والدها. أرادت سيولا فصل الشخصيتين اللتين كانت تربطهما علاقة. في صباح اليوم التالي قبل مغادرة الشقة جلس إدواردو مع سارة على مائدة الطعام أثناء تناولهما الفطور. أخبرها أن اليوم هو يوم جنازة والدها، ثم دعاها إدواردو للذهاب إلى دار الجنازة
وحضور الجنازة. بعد مغادرة إدواردو بدأت سارة بترتيب شقتها. أثناء تنظيف الأريكة عثرت على صورة لها مع والد إدواردو، كان إدواردو قد طواها. أخذت سارة الصورة ونظرت إليها بصمت للحظة، ارتسمت ابتسامة خفيفة على وجهها، لكن الابتسامة كانت تحمل حزنا يصعب وصفه. ثم طوت الصورة مرة أخرى بنفس طريقة إدواردو، وكأنها تحاول للمرة الأولى أن تتقبل أن هذه الذكرى يجب أن تنفصل عن حياتها الآن. بعد ذلك استعدت سارة للذهاب إلى الجنازة. في دار الجنازة كان الجو مليئا بالحزن. شاهدت والدة إدواردو تبكي أمام جثمان زوجها، بينما توافد المعزون لإلقاء النظرة الأخيرة. وسط الحزن نظر إدواردو حوله عدة مرات، ولا تزال سيولة تأمل أن تكون سارة قد أتت لتلبية دعوتها في مكان آخر. كانت سارة لا تزال في شقتها. أعادت فتح الصورة القديمة لها مع والد إدواردو وعيناها دامعتان. أشعلت سارة نارا وأحرقت الصورة، تركتها تحترق ببطء حتى تحولت إلى رماد، كما لو أنها تريد إنهاء كل الذكريات التي ارتبطت بها. لم تكن هناك كلمات، فقط نظرة حزينة تظهر مدى صعوبة الأمر. التخلي عن شخص كان يوما ما مهما جدا في حياتها. ينتهي الفيلم بوجه لا يزال مليئا بالحزن ونظرة فارغة. تستلقي سارة ببطء على الأريكة. لأول مرة لم تعد تنتظر أحدا. في صمت الشقة تترك سارة أخيرا الذكريات التي احتفظت بها لعقود تذهب مع الرماد المتبقي. ينتهي الفيلم. سارة امرأة مسنة، تبدو في البداية هادئة وقوية، لكنها في الحقيقة تحمل داخلها ثقل 30 عاما من الذكريات والندم والفراق. اختارت أن تكمل حياتها بشكل طبيعي، لكنها لم تستطع أن تتخلص تماما من الماضي. ما يميز سارة أنها لا تتحدث كثيرا عن مشاعرها، بل تظهر مشاعرها من خلال تصرفاتها ونظراتها. فرشاة الأسنان القديمة، الصورة، انتظار الهاتف، وحتى ترددها في الإجابة عن أسئلة إدواردو، كلها تكشف أن الماضي ما زال يعيش بداخلها. وفي تعاملها مع إدواردو نرى جانبا آخر من شخصيتها، فهي تعرف أن الحقيقة قد تؤلمه، لذلك تحاول أن تكون حذرة في كلامها، ومع ذلك لا تهرب من الحقيقة عندما يواجهها بها. سارة أيضا ليست شخصية مثالية، فهي اتخذت قرارات في الماضي وعاشت سنوات وهي تحمل نتائجها، لكن في النهاية عندما تحرق الصورة فهي لا تحاول محو الماضي وكأنه لم يحدث، وإنما تقبل أن ذلك الفصل من حياتها انتهى. إدواردو يمثل الجيل الذي اكتشف فجأة حقيقة عن الماضي لم يكن يعرفها. يبدأ غاضبا ومصدوما لأنه يرى والده بصورة مختلفة تماما عما كان يعتقد، لكنه مع الوقت يبدأ في فهم أن والده كان إنسانا له أسراره وأخطاؤه، وليس مجرد الصورة التي رسمها في ذهنه. والد إدواردو رغم أنه لا يظهر كثيرا إلا أن محور القصة كلها وجوده مستمر من خلال ذكريات سارة وأسئلة إدواردو والصورة القديمة. شخصيته تكشف لنا أن الإنسان قد يترك أثرا في حياة شخص آخر حتى بعد رحيله.